فصل في من يصادق ويصافى. أخو صلاح وأدب ذو حسب وذو نسب رب صلاح وتقى ينهاك عما يتقى من حيلة وغدر وبدعة ومكر. مهذب الأخلاق يطرب للتلاقي يحفظ ما في عيبتك يصون ما في غيبتك يزينه ما زانك يشينه ما شانك. يظهر منك الحسن ويذكر المستحسن ويكتم المعيبا ويحفظ المغيبا. يسره ما سرك ولا يذيع سرك إن قال قولا صدقك أو قلت قولا صدقك وإن شكوت عسرا أفدت منه يسرا. يلقاك بالأمان في حادث الزمان يهدي لك النصيحة بنية صحيحة خلته مدانية في السر والعلانية. صحبته لا لغرض فذاك للقلب مرض لا يتغير إن ولي عن الوداد الأول يرعى عهود الصحبة لا سيما في النكبة. لا يسلم الصديقا إن نال يوما ضيقا يعين إن أمر عنا ولا يفوه بالخنا يولي ولا يعتذر عما عليه يقدر. هذا هو الأخ الثقة المستحق للمقة إن ظفرت يداك فكد به عداك فإنه السلاح والكهف والمناح. وقد روى الرواة السادة الثقات عن الإمام المرتضى سيف الإله المنتضى. وقد روى الرواة السادة الثقات عن الإمام المرتضى سيف الإله المنتضى في الصحب والإخوان أنهم صنفان. إخوان صدق وثقة وأنفس متفقة هم الجناح واليد والكهف والمستند والأهل والأقارب أدنتهم التجارب. فافدهم بالروح في القرب والنزوح واسلك بحيث سلكوا وابذل لهم ما تملك فلا يروك مالك من دونهم لمالك. وصاف من صافاهم وناف من نافاهم واحفظهم وصنهم وانف الظنون عنهم فهم أعز في الورى إن عن خطب أو عرى من أحمر الياقوت بل من حلال القوت. وإخوة للأنس ونيل حظ النفس هم عصبة المجاملة للصدق في المعاملة. منهم تصيب لذتك إذا الهموم بذتك فصلهم ما وصلوا وابذل لهم ما بذلوا من ظاهر الصداقة بالبشر والطلاقة. ولا تسل إن أظهروا للود عما أضمروا واطوهم مد الحقب طي السجل للكتب. وقال بشر الحافي بل عدة الأصناف ثلاثة فالأول للدين فهو الأفضل وآخر للدنيا يهديك نجد العليا وثالث للأنس لكونه من جنسي. فأعط كل ما يحب وعن سواهم فاجتنب.